انتخابات 11 نيسان، انتصار الخيانة ومسرحية باب الطالباني. في 11 نيسان وتحت قبة البرلمان العراقي، ما حدث لم تكن عملية ديمقراطية، بل لعبة مافيوية باسم انتخاب رئيس الجمهورية. باب الطالباني بشخصيته المتغطرسة والأنانية التي لا تعرف حدودا والمتعطشة للسلطة، جلس على مائدة واحدة مع تلك الأطراف الشيعية والسنية التي ترى وجود الكرد سما وخنجرا في الخاصرة. قد يطلق البعض خزيا على هذا تسمية انتصار حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن هل هو انتصار حقا؟ دعونا نلقي نظرة على الوجه الحقيقي لهذه المسرحية المخزية. كيف يمكن لحزب خسر في صناديق الانتخابات أن ينتصر؟ أيا ترى في أي انتخابات شرعية أصبح الاتحاد الوطني الحزب الأول؟ هل فاز الاتحاد الوطني في انتخابات 20 تشرين الأول عام 24؟ كلا. أم هل حقق فوزا في الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 تشرين الثاني عام 25؟ أبدا. إذن من أين أتى هذا النصر المزعوم؟ الجواب واضح، جلس باب الطالباني في أحضان ألد أعداء كردستان، وتعهد وأقسم بأن يكون خادما للعنصريين العرب والشوفينيين الذين يرون في إنجازات الشعب الكردي أخطر تهديد. هذا ليس انتصارا سياسيا، بل هو عملية مقايضة على حساب بيع الإرادة القومية الوطنية مقابل الحصول على كرسي مستأجر. 11 نيسان يوم ضمانة كرسي الرئاسة بمساعدة العدو. لم يكن 11 من نيسان يوما خسر فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني البارتي، بل هو اليوم الأسود الذي ضمن فيه الاتحاد الوطني الكرسي المهزوز والهش وبمساعدة الغزاة المحتلين. يقولون في السياسة الأفعال الماضية ضمانة للأفعال المستقبلية، فلننظر ما هي الضمانات التي قدمها لنا بافل في السنوات العشر الأخيرة. خيانة كركوك، سلم بافل مدينة عريقة ككركوك إلى ميليشيات الحشد الشعبي والحرس الثوري الإيراني، وقدم للعرب مديريات الزراعة والمؤسسات الاستراتيجية الهامة لمجرد أن يكون اسم محافظ كركوك من الاتحاد الوطني. ولأول مرة منذ عهد صدام عادت عملية التعريب على قدم وساق وبشكل رسمي بهذه الطريقة. نعم، باعوا كركوك ثم باعوا مؤسساتها جزءا جزءا. الإرهاب والتخويف واغتيال أشخاص أمثال هوكرجاف لمجرد انتقادهم لدكتاتوريتهم. وفي لا زال أريقت دماء أبناء الكرد وأحرقوا وهم أحياء وبدم بارد. نهب الاقتصاد وسلبه، تهريب الأموال وتبييضها، الاستيلاء على إيرادات الجمارك، الحرائق المشبوهة لبازار البالا لينكا، واضطرابات وأحداث لاجان. كل هذه هي ممارسات وأفعال بافل وزمرته. ممثل للحشد الشعبي أم زعيم حزب؟ منذ أكثر من 40 يوما تعرض كردستان لقصف همجي، سقط 16 شهيدا يتم أطفال الكرد. لكن بدلا من محاسبة المجرمين المسؤولين عن هذا الظلم والاعتداءات، في 12 من نيسان ظهر باب الطالباني واعتذر عن هجمات ميليشيات الحشد الشعبي على دول الجوار. هذا ليس مجرد انحطاط أخلاقي، بل أبشع خيانة بحق دماء الشهداء. هكذا أثبت باب الطالباني بأنه ليس ممثلا لشعب الكردي، بل هو ممثل لميليشيات الحشد الشعبي وأشخاص أمثال ريان الكلداني وقيس الخزعلي. ومن الآن فصاعدا سيخدم المرتزقة المجرمين أنفسهم الذين يهاجمون كردستان بشكل يومي وضد مصالح شعبه. نعم، لم يعد باب الطالباني والاتحاد الوطني الحالي فاعلين سياسيين كرد، بل أصبحوا أداة خاسرة ومتخاذلة في يد أعداء الكرد وكردستان.